HTML elements HTML elements من اكتر الحاجات اللي كانت بتستفزني. فانا قررت ان انا اتكلم عنها. قررت ان احنا نحاول نعمل نوع من انواع الرانكينج. يعني هحاول كده امسك كل element واشوف مدى فايدته، مدى استعماله بالنسبه ليا انا بستعمله قد ايه، وشايف فايدته قد ايه، وهنعمل له رانكينج، نوع جديد من الفيديوهات. فال HTML elements بشكل عام يعني ايه؟ يعني هي مجموعة elements بتمثل شكل الويب سايت بتاعك. element اسمه div، element اسمه ال HTML نفسه اللي هو الروت element، element اسمه الباراجراف، وكل element ليه خصائص معينة. فانا هفترض اللي انتوا عارفين يعني ايه HTML elements، عشان ايه؟ عشان الموضوع يبقى سهل. وهفتح بقى ايه، هفتح بورد كده نقعد نرانك الموضوع مع بعض. وممكن في النص بقى نقعد نشرح شوية حاجات لو انا لقيتها يعني worth it، وان شاء الله الفيديو ما يطولش قوي يعني. طيب، انا دلوقتي فاتح تول اسمها تير ميكر. تير ميكر دي هي كانها هي تير من الاخر. هي بتعمل لك تير ليست كده، وانت من خلال التير ليست ده انت تقعد تقول ايه، الديف ده بي، البلوك كود ده مش عارفه ايه، الاتش تي ده مش عارفه ايه، والكلام اللطيف ده كله. ف انا هعمل بقى ريتنج على البتاع اللطيف ده. اول حاجه بس تعالى نظبط الشكل شويه عشان أنا مش عاجبني الكلام ده. تعالى مثلا نشيل الكلام اللي فوق ده ونطلعه فوق. ممكن برضو بالمرة ايه، نمسح الحاجات دي كلها، ملهاش اي ستين لازمة. اوكي 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 اوكي، شكرا يا تير ميكر. طبعا انا بوظت لكم الدعاية بتاعتكم لو انتوا بتعملوا دعاية يعني. فايه كده شكله لطيف. حلو أوي. هو هنا حاطط elements كتيرة نوعا ما. يعني انا مثلا لو عديت دول غالبا تلاتة ستة تسعة عشرة، تلاتة ستة، تسعة برضو عشرة، حاطط 21 element في الكولوم. وبعدين واحد اتنين تلاتة أربعة في 21 بدي 80، 84. وهنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة، حوالي حاجة و90 element، حوالي 92 element. بس أنا اعتقادي الشخصي اللي ال HTML نفسها فيها أكتر من كده بكتير. أعتقد فيها 120 130 140 element. يعني مثلا لو هنا HTML elements count مثلا، اعتقد انا برضه دخلت على ده قبل كده ما لقيتش حاجه، فرحت رايح لشات جي بي تي. قلت له ايه، قلت له هات لي HTML elements counts، HTML elements count. قال لي ايه الراجل ده، وريني كده. ماشي. انا حاسس لو فهمني غلط. how many HTML elements there are. اعتقد ده كده ممكن يفهموا اكتر. م- م. ماشي كمل كمل. وبعدين بقى as of 2023 HTML5 elements total elements in specific document. اوكي ماشي، انا مش لاقي اي حل. انا غالبا اعتقد اعتقاد الشخصي يعني اللي هي فوق ال 120. فده definitely مش 120 واكتر. طيب قبل بقى ما نحاول نفهم ال HTML elements ده يعني، او قصدي نحاول نعمل رانكينج ليها، تعال اول نحط بيز لاين. تعال اول نحط كده حاجه في النص. والحاجه اللي في النص دي يا اما هتبقى اعلى يا اما هتبقى اقل. طبعا زي ما هو واضح الاس تير دي اعلى حاجه، دي اللي هي بقى بالنسبه لي مهمه جدا وبستعملها كتير وليها فايده وما الى ذلك. والدي تير دي انا يا اما ما اعرفهاش، ما عنديش فكره عنها، او شايفها مش مهمه خالص، او مش بستعملها، وهكذا. والسي تير مش بستعملها او شايفها مش مهمه، والبي في النص، والاي مفيده ولكن هي مش اس تير، مش يعني هنعرف نعيش من غيرها، وهكذا وهكذا وهكذا. طيب تعالى بقى نحاول ننقي element بي تير عشان نعرف على اساسه نبني يا اما فوقيه يا اما تحتيه، يبقى هو اللي في النص كده، هو البيز بتاعنا. انا في اعتقادي الشخصي ممكن يكون الديف هو البي تير. رغم ان الديف ده من اكتر الاليمنتس المستعمله عموما، ولكن انا مش يعني انا بحسه بيستعمل بشكل اوفر. وممكن نتكلم عن الموضوع ده برضو. في حاجه اسمها اتش جروب، لا طبعا. ميتا، لا برضو. ديتيلز، لا. سمول مش بستعملها اصلا، دي ممكن تبقى في الاخر. باراجراف، بي سامب امبيد كولوم. طيب خلينا نبدا الاول بالديف، ممكن على اساسه يعني نعلي الموضوع. طيب يعني ايه ديف؟ الديف ده اكيد كلنا عارفين يعني ايه ديف، انا مش محتاج اشرح حتى. تعال نبص على ام دي ام. بيقول لك the div HTML element is the generic container for flow content. It has no effect on the content or layout until styled in some way. يعني زي ما انتم شايفين هنا، زي ما احنا عارفين كلنا، الديف ما هو الا ديف رابر، ملوش اي معنى، ملوش اي ستايلنج. انت اللي بتضيف له الستايلنج بتاعك. يعني احنا ممكن مثلا نعمل ديف جوه باراجراف، ديف جوه صوره، ديف جوه اي حاجه في الدنيا. الناس بتخترع كميه اختراعات رهيبه باستعمال الديف. عشان كده انا بالنسبه لي الديف انا بستعمله، ولكن بحرص شويه، عشان الديف مش بيمثل ايه الكونتنتس اللي جوه الديف بتاعت ال HTML.
يعني مثلا لو انا كيوزر بقرا كده الاتش ام ال بتاعك عمال الاقي ديف 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 ديف، انا مش فاهم ايه الديف ده ومش فاهم هو بيعمل ايه في الحقيقه. فانا بالنسبه لي الديف من اكتر الاليمنتس اللي ممكن تكون بنستعملها كتير جدا، ولكن لازم نستعملها بحرص، وهي نفسها ملهاش فاليو حقيقيه. او ملهاش سيمانتك فاليو، ملهاش معنى يعني ملهاش معنى وصفي، هي ما تتوصفش، الديف ده مش بيوصف اي حاجه في الواقع يعني. طيب تعالوا بقى نكمل بقى ايه، تعالوا نمشي راندوم كده، تعالوا نبدا مثلا من هنا تاني. اتش ار. اتش ار ده اعتقد هو اختصار لما يسمى بالهوريزونتال لاين، او ممكن برضه نشوف اتش ار element، هو ده اختصار لايه، او هوريزونتال رول. اوكي ماشي جامد. هوريزونتال رول اللي هو عباره عن هو الرول اللطيف ده اللي هو الاتش ار ده. في الحقيقه يعني انا بستعمل هوريزونتال رول كتير، بس انا برضو يعني ساعات بحس اللي هو اهميته مش كبيره قوي، فانا ممكن احطه برضو بجانب الديف. وانا من رايي هنا مثلا الديف معنى كده اللي هو بي، بس بي اعلى من الاتش ار، يعني اخر حاجه على اليمين هي الاعلى، واقل حاجه هي الايه في التير نفسها هي الاقل. طيب تعال ناخد حاجه في النص، مثلا زي الايمج. الايمج انا بالنسبه لي طبعا يا اما ايه يا اما اس. الايمج دي انا بستعملها في كل حاجه، في الاغلب هنحطها اس باي ذا واي. الايمج دي كلنا عارفين اللي هي بتحط الايمجز، فانا شايفها ايه. مثلا ايه تاني، اللينك برضه نفس الفكره، ما اقدرش استغنى عنه. اللينك شايفه ايه، والانكر شايفه ايه. الانكر ده اللي هو يعني كل ويب سايت بتاعتك قايمه على الانكرز. في ناس بتعمل حاجات متخلفه يعني، زي اللي هي تحط البutton وتخليه هو اللي يعمل النافيجيشن، يعني لما اون كليك يروح رايح للاتش تي ام ال، يروح لها الجافا سكريبت، والجافا سكريبت نفسها هي اللي بتقول لك روح لي للوكيشن الجديده مش عارف ايه. هي مش حاجه متخلفه، انا ساعات بعملها، ولكن انا بحس ان الانكر نفسه قادر على فعل كل ده بسلاسه جدا. في بعض اليوز كيسز انت محتاج تعملها بالجافا سكريبت، ولكن في اغلب الاحيان انت مش محتاج غير الانكر. والانكر كمان اديك مثال برضو بيعمل ايه. شايف أنا لما بشاور هنا، لو لما بشاور هنا على الريفرنسز، لو تحت، لو انت بصيت تحت على الشمال هتلاقي اللي فيه لينك ظاهر كده. يعني حتى البراوزرز بتفهم من اللينكس دي بتروح فين، وتقدر تعمل لها كرولينج، وتقدر تعمل لها تفهم الويب بيج بتاعتك متكونه من كام لينك، واللينكس دي بتشاور على ايه، وتعرف تكرول الويب سايت كله باستعمال الانكرز بتاعتك. عظيم أوي. طيب اتش 5 انا برضو انا بحب، يعني انا بحب الهيدرز بشكل عام، ولكن الاتش 5 شايفها من اقل الهيدنج اليمنتس المستعمله. لو انا قارنتها مثلا، تعالى نقارنها ب H1، هل انا شايف H1 في مكان ما، H1 او خلينا نقارنها مثلا ب H3. H3 انا بالنسبه لي مهمه. اتش دي مهمه جدا ليه؟ عشان عامه كاكسسبيليتي انت محتاج الويب سايت بتاعك يكون اتليست في اتش 1، مش اتليست سوري، يكون في واحده فقط اتش 1 حلو، اللي هي بتريبريزنت الويب سايت بتاعك، بتريبريزنت الهيدنج بتاعك عامل ازاي. زي مثلا فيسبوك وتويتر. حماده هو ده الاتش 1 بتاعك، هو اللي بيريبريزنت الكلام ده كله. ليه الاتش 1 مهم؟ عشان انت لما تروح مثلا جوجل دوت كوم، يعني انا تعالى نسيرش على جوجل دوت كوم على فيسبوك مثلا، او مش على فيسبوك، على هلو وورلد ايا كان. تعال نشوف اللي هيحصل. شايف هنا بيقول لك هلو وورلد لين اتش تي ام ال فري انتراكتيف توتوريال. انا في اعتقادي الشخصي وانا دخلت هنا ممكن الاقي الهيدنج الاساسي بتاع الويب بيج ده، مش عايز كونسنت. ماشي اوكي. ممكن الاقي الهيدنج بتاع، يعني ممكن غالبا دي تكون اتش 1، بس برضه تعالى ايه، تعال نشوف. دي اتش 1، وغالبا هي دي الاتش 1 الوحيده اللي في الويب سايت كله. من خلال الاتش 1 دي جوجل كروم نفسه بيفهم اللي ده الهيدنج بتاع الويب سايت بتاعي، ممكن على اساسه طبعا جوجل كروم او السيرش انجنز بتحدد ايه اللي هيظهر هنا بناء على شويه الجوريزمز. بس ممكن على الاساس ده هو يحط التكست بتاعت اتش 1 هنا، وبعد كده بعديها يحط مثلا ديسكريبشن اللي بعده، وهكذا وهكذا وهكذا. فتعالى حتى لو رحت مثلا لويب سايت تاني، جيكس مثلا، هلو جيكس اللي هو بتاع جيكس فور مش عارف ايه او ايا كان، سبوتيفاي. هو ليه جابني هنا؟ تعال نشوف. تعال نسيرش برضو على ال H1. في H1 هنا. اه لو تلاحظ هنا في اكتر من H1، في هلو. يعني برضو انا ببروف الكونسيبت بتاعتي اللي هي الهلو هنا، هي غالبا الهلو اللي ظاهره في سبوتيفاي. بعد كده جوجل كروم بيحط داش ويحط بقى ديسكريبشن او ايا كان هو بيكرول. فال H1 بالنسبه لي مهمه جدا. ال H1 غالبا هي اس تي بالنسبه لي. ال H3 بقى على الناحيه الاخرى، H3 ممكن تستعمل على اساس اللي هي الهيدنج بتاع السكشنز. ممكن H2 يستعمل على اساس اللي هو مثلا الهيدنج بتاع البيج كلها، وال H3 ممكن تستعمل على الهيدنج بتاع سكشن معينه في البيج.
فانا بالنسبه لي H5 مش بتستعمل قوي. ممكن بقى H5 دي تبقى حاجه صغيره قوي، هيدنج بتاع سيكشن جوه سيكشن جوه سيكشن وما الى ذلك. فانا زي H5 والH حتى 6 هنا لقيتها اهي، ممكن تبقى سي تير ولا حتى بي تير حتى. طيب باراجراف بالنسبه لي طبعا A تير، بنستعمله بكثره يعني. بس هو مش بالنسبه لي اس تير. يعني انت ممكن تريبليس الباراجراف حتى بديف، ورغم ان دي حاجه مش كويسه يعني، بس الباراجراف نفسه انا بالنسبه لي A تير. ايه كمان صب. تعال نشوف ايه الصب دي، مش عارف الصب دي بتعمل ايه. صب MDN this is the superscript element. Okay, like the sub HTML element specifies inline text which is to be displayed as a superscript for solely typographical reasons. انا فهمت. شايفين يا جماعه هو بيعمل ايه؟ يعني هو يعني مثلا ثانيه واحده var plus، يعني السب ده اللي هو يعني ال2 دي هي اللي هي السب بتاعتك. بس هو بيقول لك ايه بقى؟ for solely typographical reasons superscripts are usually referred with a raised baseline using small text. يعني في الاغلب انت طبعا ممكن ستايل، بس هو الديفولت بيهيفير بتاع السب هنا اللي هو بيبقى بيستعمل عشان انت تعمل له ستايلنج او typographical reasons زي ما هو قال. يعني مثلا في استعمال الباور في الحاله دي بي تو ذا باور 2 او سي ذا باور 2. ال2 هنا هي عباره عن اصلا سب. انا الصراحه مش بستعملها خالص فيعني انا مش شايفها ليها اي لازمه بالنسبه لي انا خالص. فانا ممكن احطها حتى دي تير. انا ما اعرفش هي بتعمل ايه. يعني الكلام ده كله ممكن يعمل له ستايلنج وما الى ذلك، بس انا مش بستعملها خالص يعني. طيب H2 برضو A تير زي ما شرحنا. فيديو انا مش بستعمله كتير، ولكن انا بصراحه شايفه اس تير. ما تقدرش تستغنى عن الفيديو خالص تماما اطلاقا. اتس سوبر امبورتنت element يعني. السبان انا يعني بحسه احيانا ممكن يكون A واحيانا ممكن يكون B تير. السبان برضو نفس الفكره بتاعت الديف. يعني حتى لو انا عملت سيرش هنا على سبان MDN اقول لك بقى الفرق. Spanish generic inline container for freezing content. المهم يعني هو نفس الفكره بتاعت الديف، ولكن الفرق بينه وبين مثلا الباراجراف الاسبان ده ملوش اي نوع من انواع الستايلنج، وهو inline element. يعني المعنى اللي هو inline element ده ايه؟ معنى اللي هو الديسبلاي ستايل بتاعه مش بلوك. هو ملوش البلوك الخاص بتاعه. يعني انا حطيت مثلا صوره وبعدين حطيت جنبها سبان، هتلاقي السبان في نفس اللاين. مش بيتعمل له ايه، مش بيتعمل هو مش اتس نوت اتس اون بلوك، بس في الاغلب الصوره هي بلوك. اوكي. طب ايا كان السبام نفسه ملوش الايه، ملوش البلوك بتاعه، ملوش هو ما هو الا انلاين element. حلو. فانا ممكن احطه ملوش ولا ملوش ولا بوردر، ملوش ولا مارجن، ملوش ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها، وانت بتعمله ستايل بالشكل اللي انت عايزه. فالسبام بشكل عام بيتحط مثلا لو انت عندك باراجراف او لو عندك بلوك element زي ديف وانت عامل له ستايل، او زي مثلا سيكشن او ما الى ذلك. الناس بتعمل ايه بشكل عام؟ الناس بتحط السبان جوه البلوكد اليمنت وبتعمل له ستايل، بتعمل له بقى لون مختلف عشان السبان ده في الاسم اللي اسمه هلو وورلد عايز يحط الدبليو ده حوالين سبان فبيعملها ستايل. طيب احنا لو قعدنا نتكلم كتير كده حاسس ان احنا هنقعد 3 ساعات ف... فخلينا ايه نموف فورورد. تعالى نمسك الاس في جي. الاس في جي برضو بالنسبه لي اذا اس تير. اس في جي دي هي اللي بتمثل الاس في جي elements بتاعتك، اللي هي الباثز بقى والصور اللي من نوعيه اس في جي دي بتستعمل بشكل عام everywhere يعني. اتش 4 زي ما انا قلت قبل كده، اتش 4 ممكن يكون بي تير عشان هو يعني بيستعمل بكثره اكتر من الاتش 5 والاتش 6. حتى احنا في الويب سايت بتاعتنا في اي دبليو اس، او مش في اي دبليو اس، في الويب سايت اللي انا بعمله ديفلوب جوه امازون بنستعمل الاتش 4 لسكشنز معينه، اللي هو هيدنج جوه يعني جوه سكشن السكشن الاخير ده بقى اتش 4 الهيدنج بتاعه. بولد حاسس ان انا بطلت استعملها، دي اللي بتخلي الالمنتس بولد، فانا ما بقتش استعملها خالص. البطن بالنسبه لي اس تير. مهما راح مهما الزمن اتغير البطن هيفضل انا بستعمله بشكل اساسي. أم، في ناس بتعمل ايه؟ في ناس بتاخد ديف وتروح عامله بدل الديف او سوري بدل البطن تروح حاطاه ديف وتعمل ستايل للاون كليك وتعمل ستايل للفوكس وتعمل ستايل للون والاوفر فلو والكلام ده كله. وانا بقعد اتساءل واقول ليه؟ انت ليه بتعمل كل ده؟ كل اللي انت ممكن تعمله انت ممكن تحط بطن، والبطن هيقوم بكل الوظائف اللي انت عايز تعملها، وكل اللي انت هتعمله انت هتعمله اكستند. وكمان المشكله في ايه؟ المشكله ان البطن نفسه بيجي مع الليسنرز بتوعه اون كليك اون مش عارفه ايه اون اللي انت تسيب اون اللي انت تحط الكلام ده اوت اوف ذا بوكس موجود في البطن، ولكن هو مش موجود في كل باقي الاليمنتس. مش الليسنرز داين او الاتريبيوتس مش موجوده في كل الاليمنتس. وكمان زياده على كده
البوتن نفسه اكسسبل. معنى اللي هو اكسسبل معنى ان انا ممكن يعني انا مثلا لو رحت الويب سايت زي ده حلو، انا متوقع ان دول انكرز كلهم مش بوتنز. وريني اتش 3 ده انكر ايا كان. الانكر في الحاله دي شايفين هو بتعرف تتاب عليه، نفس الفكره البوتن بالمناسبه حلو، بتعرف تتاب عليه. الكلام ده كله بيجي فور فري، البوتن كله بيعملوا لك ببلاش، انت مش محتاج تعمل اي حاجه. فانا بالنسبه لي البوتن اس تير، ولو انت عايز تغير شكل البوتن غير شكله، اعمل ستايل ليه، ده مش حاجه مختلفه يعني. H1 زي ما قلنا اس تير. تكست اريا بستعملها بس مش كتير، فانا غالبا هخليها بي تير وهي مهمه. بودي يعني بودي از ان اس تير، بس انا اخليه اي تير، يعني هو كده كده دايما بيجوا، فانا مش يعني حاسه عادي يعني. انا حتى هحط الاتش 3 اعلى من البودي، هو مش بيغيرها ليه؟ والاتش 3 كمان اعلى من الباراجراف، لا خلي الباراجراف اعلى. الاي فريم مهمه لبعض الابلكيشنز، انا عن نفسي انا مش بستعملها خالص، فانا هحطها حتى دي يعني. انا احيانا بستعمل الكونسيبت بتاعت الاي فريم من خلال ان انا احط الويب سايت بتاعي جوه اي فريم لويب سايت تاني، بس انا نفسي مش مهتم خالص بالاي فريم. الاي فريم هي كونسيبت لطيفه، يعني اللي هو كانك بتمبد ويب سايت جوه ويب سايت تاني. ف... فانا بالنسبه لي هي دي تير يعني. سمول ده بالنسبه لي سي، اللي هو بيخلي التكست سمول، برضه نفس الفكره بتاعت السب شويه، بس انا ساعات بستعمله. الفوتر بالنسبه لي ممكن يكون اي تير، بس ممكن يكون اواخر اي تير. الفوتر برضه هو element، والاليمنت ده ملوش اي ستايلنج، ولكن هو بيحدد، يعني انت بيبقى عندك في الويب سايت بتاعك بيبقى في الاغلب فيه فوتر. يعني لو رحت هنا مثلا، لو نزلت تحت خالص، شايفين ده فوتر، او هو الفوتر دايما بيبقى معروف مكانه. فهو ما هو سيمانتك اليمنت، انت بتعرف تعبر بيه عن شكل الويب سايت بتاعك. اتش ام ال طبعا بالنسبه لي اس تير، يعني مفيش اي، يعني هو نفس زي البادي شويه، بس انا بالنسبه لي اتش ام ال دي اس تير يعني. طول حياتنا بنستعمل اتش ام ال اليمنت اي ويب سايت في الدنيا فيه اتش ام ال اليمنت. فيعني انا متوقع ان في ويب سايتس اصلا ممكن ما يكونش فيها بادي، يعني بادي مش مانداتري، والاتش ام ال كمان بالمناسبه ممكن يكونش مانداتري، ولكن اتش ام ال بالنسبه لي اس تير يعني. تيبل مثلا، تيبل طبعا ده اي تير مستريح جدا، يعني بنستعمله في كل حاجه، رغم ان في دلوقتي تيبلز مش معموله بالتيبل اليمنت اصلا، شيء عبقري يعني. السكشن برضو ده ما هو الا زي سيمانتك اليمنت. انت بتحدد، يعني انت الويب سايت بتاعك مكون من مجموعه سيكشنز، فانا عايز اعمل سيكشن اكس، سيكشن واي، سيكشن زد، والسيكشن ده هيبقى فيه مثلا ممكن يكون كارد، السيكشن بتاعي ممكن يكون عباره عن كارد بحاله. فالسيكشن بالنسبه لي اي تي بي تير كويس جدا، مستريح كمان. ولكن ما يزال لا، خليه ممكن يكون كمان اعلى من الديف في الحاله دي. الاوديو بالنسبه لي، رغم انا عندي مشاكل كتير قوي مع الاوديو يعني الاوديو في مشاكل فعلا في استعمال الاوديو، وفي مشاكل فعلا اللي انت تخلي الاوديو element متغير وتعرف تغير الفانكشناليتي بتاعته بسهوله. ولكن انا بالنسبه لي الاوديو يا اما اس تير يا اما اي تير، فانا ممكن احطها اكشلي اي تير عشان الاكسنس، يعني ان انت تعمل اكستند بقى صعب قوي الايام دي. الستايل طبعا اس تير بلا منازع. سنتر انا عارفها هي بتسنتر اليمنت، انا حتى ما استعملهاش خالص، انا هحطها دي تير. سكريبت اس تير، يعني السكريبت هو اللي بتحط الجافا سكريبت فايل بتاعتك، مفيش اي ويب سايت قايم من غير السكريبت ده يعني. الاي ام ده اللي بيعمل ايه؟ بيخليها ايتاليك، لا مش ايتاليك، ام دي ان، وريني بيعمل ايه ده. بيemphasize يعني ايه بيemphasize بقى؟ اي ام ناو، ويخليها ايتاليك يعني ايه؟ بيقول لك اي ام اتش ان marks text that has stress emphasizes now زي دلوقتي يا حيواني ايا كان. The EM element can be nested with each level of nesting indicating a greater degree of emphasizes. ايه ده بجد والله؟ اوكي، يعني مثلا عملت هنا EM، عايز اعرف بس، بعدين عملت هنا برضو EM تاني، بعدين EM سوري EM تالت، وبعدين قفلت بقى الكلام اللطيف ده كله، ايه اللي هيحصل؟ وبعدين قلت بقى جوه الاي ام اللي جوه خالص ناو، وريني شكله عامل ازاي. هل ده مختلف عن ده؟ اعتقد تعال نجرب كده نفس الكونسبت، تعال نعمل تحتيها اي ام ونكتب ناو ونعمل كده. تصدق ده كل ما يبقى كل ما يبقى نستد اكتر، كل ما بتبقى
تحس ان الكلمه ناها ودلوقتي حالا، تحس ان هي معوجه شويه، فانا مش شايف فيها دي لازمه الصراحه يعني. هو فين اي ام؟ اوكي لما نرجع له هحطه يا اما دي يا اما سي في الحاله دي. طيب سيلكت، اعتقد اللي هي ممكن تكون هو السيلكت يعني برضه نفس المشكله بتاعت الاوديو نوعا ما. السلكت اليمنت متميز ولطيف جدا وكل حاجه، ولكن اللي انت تعمله اكستندنج، اللي انت تعمل مثلا اديك مثال، اللي انت تروح رايح لماتيريال، الماتيريال دلوقتي دي حاجه في رياكت، بس تعال نبص على السلكت كده عشان اديكم مثال ايه مشكله السلكت. السلكت العاديه دي النيتف سلكت، السلكت العاديه دي مش كومبوننتس، ثانيه واحده. سلكت اهو، شايفين السلكت ده؟ السلكت ده it is not a select، يعني كل ده مش سلكت، هتلاقي جواه element او element من السلكت، بس انا متاكد، قد اكون متاكد 100% اللي ده نفسه اصلا، ده نفسه غالبا ديف، والديف ده جواه يعني مثلا لو عملت كده، لو فتحت ده هتلاقي ان الديف ده بيتفتح، وهتلاقي جواه اس في جي، وهتلاقي جواه كميه حاجات كتيره جدا عشان خاطر يخلق الايه الشكل ده. حتى الشكل ده اصلا مش ايه مش سيلكت. فالسيلكت وفي الاغلب كل دول غالبا في سيلكت جواهم، يعني انا لو عملت سيرش كده هلاقي في سيلكت اليمنتس في مكان ما يعني. لا ده مش سيلكت، غالبا لا مش ده برضه حتى. هو غالبا اهو السيلكت اليمنت هتلاقيه في مكان ما موجود جوه الايه، يعني جوه المكان ده كله. آم، هو ده حتى ده موجود جوه النيتف سيلكت ايا كان. فانا اقصد السيلكت نفسها ما بقتش فيري اكستندبل، صعب ان انت تعملها اكستند، صعب ان انت تكريت ستايل سيلكتس لطيفه قوي بيستعمل السيلكت اليمنت فقط، لازم تحط ديفز ولازم تعمل انيميشن ولازم تحط ديف تاني بيحط الدرور وما الى ذلك. فانا السيلكت لطيفه، ولكن انا بالنسبه لي السيلكت برضو يا اما هي في البي تير يا اما في الاي تير، بس عشان هي مدى صعوبتها الصراحه انا شايفها بي تير. آه، تعال نبص على ايه تاني. كولوم ده اللي له علاقه بالتيبل، فانا برضو شايفه اي تير، يعني انا شايف ان احنا نستعمل الكولوم بشكل كبير قوي في التيبلز عشان تحدد الكولومز، تحدد الروز وما الى ذلك. انبوت نفس الفكره برضو بتاعت السلكت، ولكن انا شايف الانبوت اسهل شويه في ان انت تعمل اكستنشن، والانبوت برضو يعني مهم جدا، فانا شايفه اي تير، بس شايفه ممكن يكون اقل من الاوديو، واقل كمان من ال ممكن اقل من البادي كمان. ثانيه واحده، ايوه عظيم اوكي. طيب الان اوردر ليست طبعا دي اي تير، يعني انا والليست ايتم والاو ال ايتم، فين الليست ايتم انا مش شايفها، بس ايا كان يعني الاو ال ايتم دي برضو بالنسبه لي الاو ال ايتم ممكن تكون اي تير، بس ممكن تكون اواخر الاي تير، عشان دايما الناس بتستعمل او مش يعني انا دايما بستعمل ان اوردر ليست مش بستعمل اوردر ليست. ولا اقول لك تصدق ممكن نحطها، لا ممكن نحطها هنا، ممكن نحطها في النص، انا برضو احيانا بستعمل اوردر ليست فخليها هنا. غالبا التايتل ده، يعني التايتل اللي موجوده، التايتل دي بالنسبه لي اس تير دي اللي يعني انت لو بصيت فوق كده على رياكت شايف الرياكت سيلكت كومبوننت ده، او شايف حتى هنا اسمها كرييت اتش تي ام ال element، لو انا عملت انسبكت ورحت رايح هنا هتلاقيها في الاول خالص دايما بتبقى موجوده، بس هي واضح ده مش في الاول قوي. تعالى نعمل سيرش على التايتل، بصوا اهي شايفين ده هو اللي بيظهر فوق في البار اللي فوق ده، فدي اس تير مستريح جدا يعني، شايفها من اهم اصلا الحاجات اللي موجوده عشان تريبريزنت الويب سايت بتاعك. الهيد برضو استير، عشان ده اللي انت بتحط فيه السكريبتس والميتا داتا وما الى ذلك، ويعني هو اللي بيديفاين الويب سايت بتاعك شكله عامل ازاي. الفورم اي تير. البيكتشر دي انا ما استعملتهاش قبل كده، بس انا عارف هي بتعمل ايه، يعني انت بتحط لها سورسز هي زي الايمج بس ليها اكستنشنز معينه، فانا بالنسبه لي غالبا هتبقى سي تير عشان مش بستعملها خالص، فده رايي ليها يعني. باقي الحاجات دي كلها بقى انا مش فاهمها قوي يعني كلها، وما استعملتهاش معظمها. نو سكريبت ده بالنسبه لي دي تير، نو سكريبت ده يعني كانه بيظهر حاجه بناء على اللي مفيش جافا سكريبت شغاله، فانا مش بستعملها خالص الصراحه، بس ممكن ابقى استعملها في المستقبل، يعني ممكن ابقى احطها سي تير في الحقيقه. بروجرس دي بتعمل ايه؟ وريني كده بروجرس. بروجرس ام دي ال، وريني بروجرس ماشي. اوه نايس. انا ممكن اعمل لها سي اس اس، ممكن اعمل لها مثلا هو اوريدي قال بادنج، مثلا ممكن اعملها هايت مثلا 200 بكسل حاجه زي كده. هل ممكن اعملها ستايل؟ لا. طب وريني هل في اكزامبلز للستايلز؟
اصل هي البروجرس دي برضو من الحاجات اللي الواحد بيعاني في اللي هو يعملها ستايلنج، او اللي هو اصلا يخلقها من اساسه، عشان زي ما هو واضح كده يعني انت لازم تعمل مثلا، لو انت فكرت لازم تعمل ديف وتخليه بوردر راديوس مش عارفه ايه، وتحط البرسنتج وما الى ذلك. فانا اقصد، انا حاسس اللي هي ليها بوتنشال، حاسس اللي هي جامده، بس انا مش عارف مدى قوتها يعني. ففي الحاله دي انا ممكن احطها على اساس اللي هي مثلا يا اما بي يا اما سي، حاجه من الاثنين لما الاقيها تاني، عشان انا فقدت البروجرس دلوقتي. اه اهي، ممكن احطها بي. هي بي، وكمان ممكن طبعا احطها قبل السكشن وقبل الديف وبعد الاتش 4. ممكن كمان دي تيجي هنا. اوكي عظيم. طيب الديالوج الديالوج انا بالنسبه لي بي تير برضه. الديالوج ده اوريه لك محاولة جيدة، ولكن مش 100% صراحة يعني. فين الدايركت؟ محاولة جيدة. الدايركت ده باختصار شديد، لو انا نزلت تحت خالص خالص خالص، لو دوست على كده شايفين اللي بيحصل؟ بيظهر لك انا رحت فين؟ ممكن نرجع تاني. هو تقريبا انا لازم ابلاي الاوردر، اكيد في اكزامبل شو دايلوج. شايف اللي هو بيظهر دايلوج؟ هو يعني هو كانها نيتف اتش تي ام ال بتخليك تعمل دايلوجز، وبتخليك كمان تكنترول الدايلوجز، وبتخليك كمان تعرف تاكزت. اعتقد لو انا دوست انا دوست دلوقتي اسك اللي هو اكزت يعني من الاخر، وعمل اكزت عادي. ولكن لو انت بصيت كده على ام دي ان من اولها، يعني لو انت عند فوق هتلاقي فيه كميه considerations للاكسسبيليتي. عندهم مشاكل تقريبا في الاكسسبيليتي ويوسج نوتس، وازاي تستعملها وازاي ما تستعملهاش. وانا الصراحه استعملتها وحسيت استعمالها مش اسهل ما يكون. فانا بالنسبه لي الدايلوج يعني قد يكون بي تير، وليه بوتنشال عاليه الصراحه. ممكن لو هم عملوا له انهانس لليوزابيلتي وما الى ذلك، انا ممكن احطه حتى اي تير. اوكي كمان سورس اس تراك كابشن هيدر. الهيدر ده من اكتر الحاجات اللي انا بستعملها الصراحه. الهيدر ده برضو سيمانتك اليمنت، انت بتحدد اللي ده الهيدر بتاعك ده الهيدر بتاع الكور، ده الهيدر بتاع السكشن، ده الهيدر بتاع الويب سايت كله. وبتعمل له يعني بتعمل له ستايلنج بناء على كده. فالهيدر بالنسبه لي اي تي بستعمله كتير جدا جدا جدا، وكل الويب سايتس هتلاقيها معظمها يعني اللي هي سيمانتكلي معموله بشكل صحيح هتلاقيها فيها اي تي. نفس الفكره برضو الارتكل انا بستعملها برضو. يعني انت مثلا لو عندك تعال نروح لكلاود سكيب او الويب سايت بتاعنا. ده ويب سايت احنا بنعمله في الشركه يعني. حلو. لو رحت مثلا هنا لجيت ستارتد، وبعدين او رحت الباترنز، وبعد كده رحت ايا كان اناونسنج. فهو ده مش شرط يعني، لو انت فكرت كده ده ممكن يكون ده ارتكل. يعني انا الارتكل بتاعي اسمه announcing new features، والارتكل بتاعي ده المحتوى بتاعه. فانا ممكن اراب كل الكلام ده كله على اساس هو ارتكل. طبعا مش شرط يكون ده دلوقتي موجود في الاتش ام ال، بس انا بحاول افهمك الارتكل ممكن يستعمل في ايه في الحاله دي. الارتكل بالنسبه لي مهمه جدا يعني. ماث، غالبا دي حاجات بتستعمل ماث. استعمل يعني شفتها قبل كده، بس انا مش حاسس ان هي ليها اي ستين لازمه. السترونج بقيت خلاص ما استعملوش. هو والبولدنس انا عادي ببولد خلاص، بستعمل بولد وخلاص زي ما هي. الكولم جروب برضو انا عارفها، بس انا ما استعملتهاش قبل كده، فانا بحطها سي تير. الاريا ما اعرفش ايه. كانفاس اتس ا جود ثينج. كانفاس از يعني حاجه من الحاجات اللي بتعملها انتروداكشن في الاتش تي ام ال 5، وهي بتخليك تعرف تدرو. الكانفاس ده بيخليك تعرف تدرو، بيبقى ليه كمان معاملات خاصه وليه اتريبيوتس خاصه، وتعرف تتكلم معاه مع الجافا سكريبت، وتعرف ترسم وما الى ذلك. يعني اديك مثال، لو احنا رحنا على كانفاس اتش تي ام ال، تعال نروح لام دي ان، تلاقي اللي ده الكانفاس بتاعك. شايفين هو يعني عمل element، والاليمنت ده جابه بالاي دي. في element اتعمل في الاتش ام ال اسمه كانفاس. وبعد كده جاب حاجه اسمها الكونتكست. انت مش هتعرف تجيب الكونتكست دي على الباراجراف مثلا على الديف. وبعد كده بقى هتقدر تعمل سي اكس دوت فيل جرين. لو انا عملتها مثلا هنا ريد، ده مش اديتابل بس ماشي. وسي اكس دوت فيل ريكتانجل، وترسمه فين وما الى ذلك. فهي بتاد طريقه عشان تعرف ترسم عليها، هي من اسمها. هي من اسمها. اوكي الحمد لله. فنرجع تاني هنا ونحط الكانفاس ده. اعتقادي برضو اللي هو ممكن تحط ايه، سوري بي، ولكن انا مش بستعمله بشكل كبير يعني. بس في ويب سايتس دلوقتي بتستعمله بشكل كبير عشان تعرف ترسم جواه وما الى ذلك. يعني اعتقد ويب سايت زي مايرو او ميرو
او الويب سايت اللي انا برسم عليه ده، اللي انا بحط عليه حاجات، اللي انا بحط عليه حاجات، اللي انا مثلا بحط عليه قلم وبرسم وما الى ذلك، ده غالبا اصلا اعتقادي الشخصي يعني، لو انا جيت هنا عملت انسبكت هلاقي اللي فيه اكيد فيه كانفاس صح، اهو كانفاس. ولو شلت الكانفاس ده السلام عليكم مفيش اي حاجه. تعالى نرجع بقى الكانفاس تاني عشان ايه، اهو الكانفاس بتاعنا. طيب، فالكانفاس مهم جدا 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 لويب سايت زي كده. اعتقد كمان ممكن يحط اي تير في الاخر يعني، ولكن ليا انا مش مهم في الحلقه في الويب سايتس اللي انا بعملها. طيب، انا شايف اللي احنا كده وصلنا لسيت كويسه يعني. انا مش لازم نخلص باقي الحاجات. باقي الحاجات دي معظمها انا يا اما ما استعملتهاش، يا اما انا مش عارفها، يا اما انا شايفها ملهاش اي لازمه، ما عدا مثلا الميتا والمين. المين دي برضه انا بالنسبه لي ممكن تكون بي تير، ده المين ويب سايت بتاعك. ممكن يكون بالمين يكون في ناف هيدر، يعني الويب سايت بشكل عام متكونه كالاتي. تعالى نرسم الموضوع ده. بيبقى عندك ويب سايت لطيف كده، حلو، وبقى عندك جوه الويب سايت زي مثلا هنا رسمت غلط ثانية واحدة. هنا زي مثلا في هيدر، ده الهيدر بتاعك، حلو. وبعد الهيدر بيبقى فيه مثلا زي ايه، زي سايد نافيجيشن، حلو، خليها كده، او ناف. وبعد الناف بيبقى فيه زي الكونتنت بتاعك، الكونتنت بيبقى موجود هنا. طيب، لو جيت تفكر في الحاجات دي كلها ممكن نعمل لها ريبريزنتيشن ازاي؟ بكل بساطة، ده ممكن يكون الهيدر، او خلينا ناخد بقى قلم ابيض مثلا، ليه ازرق كمان. ده ممكن يكون الهيدر بتاعنا، وده ممكن يكون الناف، وكل ده من هنا ممكن يكون ده ال HTML، وده المين. وجوه المين بقى هتلاقي فيه مثلا هنا section، ومثلا هتلاقي فيه هنا مثلا article معينة article. وبعد المين ده هتلاقي مثلا فيه هنا ده الفوتر بتاعك، وهكذا 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 وهكذا. فده بالنسبه لي شكل الويب سايتس اللطيفه يعني. الويب سايتس بتبقى سيمانتيكلي معموله بالشكل ده. فالمين بالنسبه لي مهم يعني. نفس الفكره برضو ان في الناف بالنسبه لي مهمه يعني، او ممكن احط حتى المين اي تير في الاخر، هي والناف الصراحه يعني. ف very important. بس اعتقد الريتنج ده ريتنج لطيف، توصلنا لشويه داتا لطيفه. ف اتمنى اسمع اراءكم. لو حد مختلف معايا في الريتنج ده او في التيرز ده يعني، يا ريت يقول لي. ولو حد عايز نعمل تيرز لحاجات مختلفه برضو يقول لي. وبرضو احب ارجع تاني واقول اللي احنا في وقت صعب للاسف، وانا بحاول استغل كل حاجه انا اقدر اعملها عشان ادعي لاخواتنا في فلسطين وربنا ينصرهم يا رب. يعني انا حتى وانا بهزر، انا او بضحك، انا بحاول اكون عفوي عشان اعرف اشرح بشكل عفوي، عشان اعرف اكون نفسي يعني. ولكن برضو الواحد جواه حزن شديد جدا، فربنا ينصرهم يا رب وينصرهم على اعدائهم واعدائنا كلنا. وان شاء الله ما تعمليش بان باللي انا بقوله ده، ولكن ربنا فعلا ينصرهم وينصرنا جميعا ويفوقنا يعني. احنا للاسف في حالة مزرية يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.